الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثنا قبل يومين عن ماذا؟ تذكروني أم أذكركم؟ أم نسينا؟ الأسرة. عن ماذا في الأسرة؟ المرأة الصالحة. المرأة الصالحة. المرأة الصالحة. أنا بريء. طلع الشيخ هو المتهم. ألقوا القبض عليه بسرعة. يقول لي أخذ كذا جبتين. Vous pouvez dire, allez-y si vous pouvez dire. Vous voulez? مشكلة يا شيخ. سترك يا Oui, je sais pas si vous voulez un truc qui vient du monde, allez-y. Si vous pouvez faire la commission, non pour le développement, on a fait ceci. Ben allez, je vais. D'accord. De toute façon, une fille pour les frères. Oui, ben celui-là, vous pouvez le d'accord. Ok, d'accord. Inch'Allah. Ça va? C'est fini? وش يتفرقوا احنا قليلات وقسمتونا يعني. ليش خسرناهم؟ في حد عربي في حد فيني؟ قال لك هما يتولاوا بالترجمه يعني بين نفسهم. C'est l'amour pour Allah. Ensemble. ما شاء الله. l'assemblée. Ensemble. هي التي قالها الشيخ تمام. Nous sommes arrivés. يعني واحنا يعني نحن هنا من جي واصبحنا كبشي من بلادكم. من ساعة ما جئنا هم يضعون المؤمن من جهة والشيخ خليفة من جهة وسعيد الشيخ سعيد لم من جهة. أصبحنا فيلة. يعني البقرة تكفي ل7 في الطب ونحن نكفي ل15 الآن. خير إن شاء الله. إذا تكلمنا عن الأسرة، المرأة الصالحة، تحدثنا عن شروط المرأة الصالحة، عن مواصفات المرأة الصالحة من نساء الجنة. لكن هذه المرأة الصالحة والتي هي أم الدرداء حقيقة يصعب وجودها إن لم يكن صاحبها أبا الدرداء. فإن أردت أم الدرداء فعليك أن تكون أبا الدرداء. مرأة مخلوق ضعيف، مخلوق ضعيف جدا. هذه حقيقة ولو حاولت الدنيا بأسرها أن تغير هذه الحقيقة. كتلة من العواطف والمشاعر تسيطر عليها
كلمة صغيرة تسقطها، تقتلها، كلمة صغيرة ترفعها في السماء، تجعلها من أسعد الناس. وهذا دليل الضعف والانكسار. هذا أمر نسائي ولا أمر أنت اللي تترجم؟ أيوه، الحراسة. الصوت. أبشر أبشر، بالصوت. الله يستر يا شيخ، الصوت. ومع هذا الضعف، مع هذا الضعف فإن هذا المخلوق الضعيف هو سر سعادتك أو سر تعاستك. سر السعادة أو سر التعاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 هن سعادة الرجل. 4 هن سعادة الرجل: المرأة الصالحة، الدار الفسيحة أو الواسعة، والدابة السريعة، والجار الصالح. 4 هن سعادة الرجل. و4 هن شقاوة الرجل أو تعاسة الرجل: المرأة السوء، والدار الضيقة، والدابة السوء، والجار السوء. لما تفكرت في هذه ال4 الحمد لله، الحمد لله، خلصت إلى شيء مهم جدا. يمكنني أن أتعايش مع بيت ضيق صغير، أن أعيش في كوخ، أن أعيش في خيمة، أن أعيش في بيت من غرفة واحدة، وأن أتحمل وأن أصبر على ذلك. يرحم الله. يمكنني الهواتف، أنا أظن الهواتف هي سبب هذه المشكلة، هواتف النقالة. إما هذا وإما تليفونك أنت. إذا كان يريد تغلقه لأنه سيجعل الناس كله ذبذبا. ويمكنك أن تعيش من غير سيارة، من غير حصان، من غير حمار، أو أن تتحمل سيارتك المربوعة التي تقول الله حي، تصبر عليه، أو من غير سيارة. يمكنك أن تتحمل جرس. الله عندكم جن، ما تقرأوا عليه شيء. بسم الله، حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس، ردت عين العائل عليه وعلى أقرب الناس إليه. جن الميكروفون، الله يستر. أعطونا مية بالسدر حتى. أحكي لكم قصة على الآلات ودخول الجن فيها. عسى ما ياخذوها في اليوتيوب الآن ويجعلوها قصة ويقول لك الشيخ اسمه يخرف. كان عندي سيارة عام 88 مازدا 929 يسمونها ستيشن طويلة، التي بيضاء كذا طويلة لها شبك كبير. كانت يعني رفيقة دهر وحبيبة إلي، كنت أحبها وتحبني وأحب ناقتها بعيدا والله.
هذه السيارة قطعت بها المفاوز وكسبت منها أموالا طائلة بفضل الله عز وجل. كنت مدير مدرسة، ويعني عشان ربك يسهل كذا شوي عمل جانبي يوصل بعض الطلبة في الصباح وارجعهم، أملأها ب20 30 طالب مبارك. وضع الحقائب فوق، عندي شبكة كبيرة كذا. يوم من الأيام حردت، أصبحت تمشي تقطع تشعر كأن الروح تطلع منها. فأخذتها إلى الميكانيكي، صلح السيارة، فتش قلب دور قلب. أخذناها الميكانيكي الثاني الثالث، عجزوا عن تصليحها، تمشي حتى وصلت من شدة الغضب أني أردت أن أجري فيها على سرعة 100 وأدخل في صخرة انتقاما منها. ثم ألهمني الله عز وجل أن أرقي السيارة. قرأت أيوة كذا، اضحك الله سنك. أيوة الشيخ المهرج جزءنا من السر. أقرأ في زجاجة ماء فاتحة والكرسي وخاتم البقرة وآيات الرقية، أقرأ. وجئت في السيارة، وضعت في الموتور من الأمام وحطيت في العادم من وراء الإكزوست، العادم حطيت، ثم شغلت السيارة فإذا بها أقسم بالله في أول انفجار كاد قلبي أن يتوقف. أنا يعني لا حول لي ولا قوة، مش متخيل شيء مثل هذا يصير. شغلت السيارة، دعست على دعاسة البنزين وأردت أن أنطلق، وهي تنطلق انفجار صوت ليش؟ أقسم بالله كأنك في حرب. أنا رجلي صارت تعمل كذا، ولا عدت أعرف أين البنزين وأين الفرامل، وبدأت تفرقع وأنا أنهز وهي تنهز. ثم فجأة بفضل الله عز وجل ذهب كل شيء. قلت يخرب بيتكم يا هالجن، حتى السيارات مش تركينها، راكبين وراكبين نسواننا وراكبين السيارات، ارحمونا بقى. والله يا جماعة وصلها، والله وصلها. هذه الآلات أحيانا يصيبها المس. أين وصلنا؟ في النساء الممسوسات، قصد الرجال الممسوسين. ايش دخلنا على السيارة؟ اي فتصبر على كل هؤلاء بدون بيت أو بيت صغير، بدون سيارة أو مع سيارة تعبانة، جار صالح ولا جار سيء أمرك إلى الله ولا بدون جار. أما الشيء الوحيد الذي لا يصبر عليه عدم وجود الزوجة. مستحيل، صعب، لا يمكن، لا تستقيم الحياة إلا بالزوجة. كذب أن يقول المرء شيئا آخر. دينك ناقص من غيرها، حياتك ناقصة من غيرها. ولا مخطئ أنا في كلامي هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تزوج أحدكم فقد أكمل نصف دينه. أكمل نصف الدين. كم كذا واحد منا ناقص نصف دينه الآن؟ يرفع ايده كذا شوف، أصلي أكبر تكبيرة الجنازة، الله يكملكم بالدين الكامل يا رب. فليتق الله في النصف الآخر. ليس عندي من يطبخ، أعيش على الفاست فود والكنتاكي والماكدونالدز وسندوتشات الفلافل، أعيش على ملابس متسخة، ما عندي أحد يغسل لي ملابسي، الجورب في رجلي من 70 سنة، يعني الذي يشمه ممكن يغمى عليه ويموت. حياة صعبة، والبيت القمل يمشي به. الصبر
الزوجة أمر صعب. نعم. ولذلك الزوجة فعلا هي عماد حياتك، هي ميزان الحياة. كانت صالحة سيسرك الله عز وجل تعيش مرتاحا هنيئا بريئا. كانت طالحة ستتعذب في الدنيا عذاب الويل، عذاب. ولذلك لا بد من إيجاد حل لإصلاح الزوج. هذا الذي تحدثنا عنه المرة الماضية. إما أنك أخذت امرأة صالحة قضي الأمر، وإما أنك ابتليت وعندك الآن المرأة التي يعني فيها اعوجاج شديد. كيف نصلح الزوج التي يمكن إصلاحها؟ فمن النساء ما لا يمكن إصلاحه، نسأل الله العفو والعافية، إلا إن شاء الله. وغالبهن يمكن إصلاحه، الغالب إن شاء الله يصلح، ولا تصلح إلا بصلاحك أنت. أولا ينبغي عليك